القسم هذا بعث عام 1998 لأخذ والتعهد بعديد الظواهر منها الإدمان على المخدرات. قسم الأمل قسم استشفائي جامعي، معناها في مستوى التشريع واعطيناه قيمة كبيرة في مستوى المقاربة العلمية. يبقى أنه يلزم في مستوى النتائج كذلك أن تكون هذه النتائج متصلة بهذا الهيكل الاستشفاء الجامعي، واللي هو الوحيد في الجمهورية التونسية. الوجوه الرياضيه بالضروره ثم شكون تعدى بالضروره في خاطر توا عندك 13 سنه القسم هذا فتح منذ 13 سنه، بالضروره بتلقى عديد امل. اكبر شريحه عندنا هي شريحه الشباب، وهذاك اللي قلقنا، وكذلك نسبه اقل بالنسبه للكهول. الناس اللي تجي هي بيد الوجوه نشوف فيها عندها شو يدور، معناها يجي يستعمل ويداوي ومن بعد يرجع يستعمل مره اخرى ويزيد يرجع لهنا، والنهار نتاعو معناها شهر كامل 30 دينار. أغلق هذا القسم أخيرا في نطاق إعادة تقييم المردودية نتاعو في مستوى معالجة هذه الظاهرة وهي ظاهرة الإدمان على المخدرات. آخر ديسمبر تم إيقاف، فرغنا الغرف باش نقوموا بعملية الصيانة. من ذلك الوقت إلى حد هذا اليوم احنا تو باتصال معناها مع وزارة العدل باش نعاودوا إعادة، احنا قمنا بكري قلت لك وقف التأمل باش نعاودوا طريقة التعهد بالمساجين هذوما بالتنسيق مع وزارة العدل. وبالنسبة للجانب الثاني هو كذلك في نفس النطاق، لأن السيد وزير بيدو منكب على موضوع قسم الأمل والخدمات اللي قدمها ومدى تطابقها كما قلت لكم بكري حتى لا أعيد نفس الكلام مع الأهداف نتاعنا. لقينا اللي حتى العدد بالنسبه للحر أن تقلص كثيرا، مما جعل ان المردوديه مش قضيه مردوديه ماديه بقدر ما هي مردوديه في مستوى الصحه العموميه. لم نحقق الاهداف المنشوده. جينا نشوف معناها في الدوسيات واحد نلقوا هذا يصرف عليه 400 مليون والمدخول نتاعه 11 مليون، معناها ثم 389 مليون معناها ما ثماش.